عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده بقى هنعمل احلى جبنه فلاح في منتهى الجمال. شايفين مطلعين القشطه منها ازاي وجميله جدا. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه طاجن اهو، مسخناه من الفرن بس مخليها بارد شويه، وجايبه 2 كيلو حليب بس جايباهم من لبن كده موثوق منه. تمام. طبعا انا مولعه الفرن جاي يعني سخن جدا وطافيه عليه. هغطي طبعا الطاجن بتاعنا الجميل دوت لمدة 7 ساعات او 8 ساعات بالكتير قوي. تمام. بعد ما خد طبعا 8 ساعات في الفرن زي ما انتوا شايفين، تعالوا بقى نشيل طبقة القشطة اللي فوق ديت. جميلة جدا، شايفين جميلة ازاي وطلعت قشطة جميلة. طبعا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هجيب طبعا صفاية مصفى اهيت وتحتيها دور من تحت كده عشان اصفي الجبنة الجميلة دي، الشرش اللي طالع منها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال بقى والخير الحلو دوت، اللهم بارك. فاضي طبعا طاجن الجبنه الجميل ده في قلب الشاشه البيضه ديت، واحط عليها معلقه ملح واقلب فيها كده اهوت، واسيبها بقى تتصفى كده قد 3 ساعات كده. شايفين الشرش اللي طالع منها؟ طبعا كل حاجه نستفاد منها. الشرش ده هنعمل بقى بيه ان شاء الله حبه معجنات في منتهى الجمال. هغطيها طبعا كده اهوت، واجيب حاجه تقيله كده، اي كيس بكولات عندك عشان تضغط اما تنزل الشرش ده تصفيه خالص. تمام. بعد طبعا ما خدت 3 ساعات اهوت، صفت الشرش جامد اهو. تعالوا بقى حبايبي ننزل الخير اللي احنا عملناه دوت، اللي احنا نطلع منه الجبنه الفلاحي القريش الطعمه ديت. بسم الله. طبعا هرص طبعا قوالب الجبنه ديت، وهسيبها برضو تتصفى تاني. بس انا عشان عايزه الحصيره الجميله دي تعمل لي خطوط في الجبنه زي بره بالظبط، بس صدقوني تبقى من ايديكوا اجمل واحلى. هلفها كده، اظبطها الاول، برضه احط رشه ملح كده بسيطه وحسب رغبتكم. وانتوا ممكن تكونوا عايزينها مثلا دلعه كده، ده في ايديكم انتوا، بس انا عايزاها مظبوطه يعني. اغطيها جامد جدا، الفها جامد اهو اللور اهو. تمام. هجيب بقى اقلب كده بسوى الحصيره الجميله ديت تحت الجبنه، عشان لو في ميه مثلا تاني تنزل تصفيها. هسيبها طبعا يا حبايب قلبي ساعتين برضو في التلاجة، وتعالوا نشوف بعد الساعتين دول ايه اللي تم بقى فيهم. زي ما انتوا شايفين اهو، صفت الشرش بتاعها خالص اهو، جميله جدا اهي زي ما انتوا شايفين. هقطعها طبعا كده بقى حسب ما انتوا عايزين. انا عملتها قطع جميله اهي وسط، شايفين جميله ازاي؟ والله طعمه جدا ومش قادره اقول لكم. فعلا الخير حلو، بس احنا نعمل بيه ونستفاد بيه. تمام. زي ما انتوا شايفين الشرش، طبعا انا خدت نص الشرش دوت، حطيت فيه معلقه ملح وقلبتها، ونزل بقى الجبنه دي نحفظها فيها في التلاجة. شايفين جميله ازاي؟ تمام قوي. ده شكلها النهائي زي ما انتوا شايفين. طبعا الشرش دوت يا حبايب قلبي نحطه طبعا في الفريزر، نعمل منه شويه معجنات. والقشطه دي طبعا احنا هنجمعها عشان نعمل منها سمنه. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا، قولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان ينزلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.